لو انت عندك سكر او عندك مقاومه انسولين لازم تاخد بالك جدا من الفواكه اللي هنتكلم عنها النهارده. اول حاجه الفواكه المجففه بكل انواعها زي الزبيب المجفف والتمر المجفف. اي فاكهه مجففه مش حلوه للناس اللي عندهم سكر او عندهم مقاومه انسولين، لان هي بتحتوي على كميات سكر كبيره جدا. تاني حاجه العصاير الفريش، لان هي برضو بتحتوي على كميه عاليه جدا من السكر، وكمان بتكون منزوعه الالياف تقريبا، فبتعلي سكر الدم بسرعه وده غلط جدا. تالت حاجه العنب، وخصوصا العنب الاحمر، لان هو بيحتوي على كميه سكر عاليه جدا، حتى فعلا جرب كده تاكل عنب بتحس ان هو مسكر جدا في بقك اول ما بتاكله. رابع حاجه المانجا، برضو بتحتوي على سكر كتير، لازم ناخد بالنا برضو منها. خامس واخر حاجه وهي مفاجاه كبيره جدا وهو البطيخ. ازاي يا دكتور ده البطيخ ما فيهوش سعرات كتير ومعظمه ميه؟ ده حقيقي، لكن الجلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي بتاع البطيخ عالي جدا. يعني ايه يا دكتور ان المؤشر الجلايسيمي بتاع البطيخ عالي؟ ده معناه ان البطيخ اول ما بتاكله بيرفع سكر الدم بسرعه رهيبه، على الرغم من انه بيحتوي على سكريات قليله، لكن السكريات القليله دي بترفع سكر الدم بسرعه، وده طبعا خطر جدا وغلط جدا للناس اللي عندها سكر او عندهم مقاومه انسولين. وبس كده، دول كانوا 5 حاجات لازم ناخد بالنا منهم للناس اللي عندهم سكر او عندهم مقاومه انسولين. وده مش معناه ان الناس دي ما ينفعش تاكل فاكهه خالص، في انواع فاكهه كويسه جدا ممكن ناكلها زي التوت وزي التفاح وزي الفراوله، دول فيهم سكريات معتدله وممكن ناكلهم عادي.